اليوم أنا لابسة الثوب الرسمي. ست هي اللي بنت لك هذا الفرن. دكانتك أقدم دكانة بمنطقة السخنة. أهلا وسهلا فيكم في منطقة السخنة. منطقة السخنة طبعا زي ما كل الناس بيعرفوا تأسست من قبل الشيشان 1907. منطقة السخنة تقع بقرب من سيل الزرقاء. أول ما أسسوها عشائر الشيشان. طبعا اختلف، صار في عندنا مجتمعات بعشائر أخرى في منطقة السخنة، والحمد لله كانت كل محبة ومودة بين بعض. طبعا احنا في شارع اللي هو كان مركز وركيزة منطقة السخنة أول ما هاجروا على المنطقة اللي هي زي ما شايفين ورانا، اللي هو بيوت الطين الموجودة عندنا من 1907 لتاريخ اليوم موجودة. لهلا الطين زي ما هو زي ما انتم شايفين، ومسكون نفس الوقت، بيسووا له صيانه. كثير حلو. هلا قديش اعداد الشيشان المقيمين في منطقه السخنه؟ منطقه السخنه حوالي 1800 عدد الاعداد، بضمن عشائر الشيشان طبعا المختلفه الموجوده في عندنا بالمنطقه كامله. يعطيك العافية يا عمو. الله يعافيك. كيف حالك؟ سلم حالك، الله يخليك. قد ايه عمرك ان شاء الله؟ الله يعطيك الصحة. 94. ما شاء الله، الله يعطيك طولة العمر يا عمو. آمين. سمعنا إنه دكانتك أقدم دكانة بمنطقة السخنة. نعم. إمتى تأسست هاي الدكانة؟ سنة 1949. 49. نعم. شو عندك ذكريات حلوة بالأردن؟ والله كل شيء بالأردن كان حلو. الميات، الماشات، عين نبعة السخنة هذه أحلى، البساتين. الناس يجوا من الزرقاء ومن عمان يجوا يزوروا السخنة، يعني شم الهواء هون عنا بالسخنة. يا عيني. طب قل لي، لما الملك عبد الله الأول لما كان أمير وصار ملك شو عملتوا؟ والله رحنا ذكرياتنا، رحنا من هون من السخنة انتقل لزرقاء مشي، ومن زرقاء ما بعرف شلون رحنا على ماركة نصبوه هناك ملك. وما شاء الله عليك لساتك موجود بدكانتك وقاعد فيها وبتبيع الآن بالدكان. الله يعطيك الصحة يا رب وطولة العمر، وانت أكيد خير لهالمنطقة. الله يبارك. خير إلنا كلنا. الله يبارك. أبونا كلنا والله، وتربينا على إيده. كم دقيقة مشي وصلنا لبيت أم عبد الكريم لتحكي لنا عن فرنها وخبزاتها. أم عبد الكريم، أيوة. كيفك يا خالته؟ والله الحمد لله. يعطيكي ألف عافية. الله يعافيك. قديش إلك بهالفرن تخبزي؟ بيجي 40 سنة. 40 سنة، ما شاء الله عليكي. وكل يوم الصبح بتخبزي؟ لا لما صار ثلاجات أسبوعياً. شو السر بخبزك؟ والله إحنا نحب خبز طحين القمح أكثر من الأبيض. بس هلأ ما عم بزبط. ليه؟ لأنها الطحين مش نافع بالمرة. الطحين ما مش زي أول. مش ظابطين هدول. بنفوت على المخابز بندور على هيك خبز، هذا بالنسبة لك مش ظابط؟ لا. هذا شو اللي ظابط إذا هيك؟ كيف شكله كان اللي ظابط؟ تحبيها للسخنة؟ كثير. شو ذكرياتك فيها الحلوة؟ أيام الطفولة، أيام المدرسة، كله هون يعني. وبعدين فرنك هون من 40 سنة عملتي هذا الفرن. والله الله يجزيها عمت قريبة مؤمنة اللي أول ما بنت لي الفرن هاي، الله يرحمها. ست هي اللي بنت لك هذا الفرن؟ ليش بنت لك إياه؟ لأن مع صغيرة أطلع أخبز عند الناس كان بصعب علي. أول كان 3-4 فران هون بالبلد. فبدي أخذ الحطب والصغيرة والعجين، فيش عندي حد اللي يساعدني في البيت يعني. عمتي كانت ست كبيرة. فلهالسبب قالت لي والله إذا لو بتحضر الطين تخليه للصبح جاهز، أنا ببني لك إياها. هي من حالها برعت. أي والله. أي والله عليها. كان لما ساوتها هي كان أحلى الفرن. ما أحلى. أي والله.
قال شو؟ مش ظابطة العجينة، والله أطيب خبز باكله من تحت إيديها، بكفي نفسها وروحها الطيبة. أفكار كتير انولدت خلال فترة كورونا وصعوبة الأوضاع الاقتصادية. هاي رانيا حبت تساعد سيدات ورجال ليلاقوا مكان يعرضوا فيه منتجاتهم ويحسنوا أوضاعهم. الفكرة هو تطبيق على أرض الواقع لبازار كان موجود على الواتساب من 5 سنوات البازار، ووقت الكورونا مع الحبسة فقررنا نعمل إشي زي مركز توزيع. شو طبيعة المنتجات اللي موجودة؟ إيش الأشياء اللي بتعرضيها من المنتجات؟ هلأ في عنا كروشيه، في عنا سيراميك، في عنا لوحات مرسومة، في عنا إنجازات زي هاي، في قصص يعني أطفال، في ريسايكل. سمعناه انك انت قدمتي مشروع تخرج، وهذا المشروع بفكرته الحلوه المميزه وصل للعالميه. مزبوط. انا درست مالتي ميديا ديزاين بالجامعه الاردنيه. مشروع التخرج كان كتاب اطفال. الفكره منه انه انا رسمت الشخصيات كلياتها وعملته بوب اب ارت، كل صفحه عن حيوان معين مع معلومات عنه. هذا نزلته بعد المشروع، نزلته على يوتيوب على الشانل تبعتي. وصل دار نشر ألمانية، تواصلوا معي وهلا عم نشتغل عليه إن شاء الله خريف هاي السنة حينزل بالأسبوع إن شاء الله. باسمي وباسم سيدات السخنة وسيدات الزرقاء أصلاً لأنهم بيشاركوا معنا دائماً، بحب أهديكم هذا الدرع، وشكراً لقناة رؤية المتواجدة في كل مكان وسلطت الضوء على الشيشان. واحنا كمان دائما معاكم وعلى تواصل، وشكرا لكم، نتشرف فيكم. بدنا نقول لكم كمان كل عام وانتم بألف خير بمناسبة يوم المرأة العالمي. أكيد. أعرفكم على ميمونة الشيشاني، وثقت تاريخ وماضي الشيشان من خلال رواية سمتها دمع الذئب. الكتابة هي عبارة عن توثيق لحياة الشعب كله. دائما يقال إنه ما يكتب يبقى وما لا يكتب يذهب بأدراج الرياح. ففي هاي الرواية كان عبارة عن توثيق للأحداث اللي صارت في الماضي. في النهاية طلعت في هذا الكتاب، طبعا هو ما طلع في سنة وسنتين، 5 سنوات حتى اشتغلت عليه. وحابة برضه مشروع جديد مبلشة فيه اللي هي القصص الفلكلور الشيشاني. حضرتك رئيسة الجمعية الأردنية الشيشانية للحفاظ على الفولكلور الشيشاني. اليوم أنا لابسة الثوب الرسمي اللي بنلبس دائما بالمناسبات الرسمية للشيشان، فأحكي لنا أكثر عن تفاصيله. أهلا وسهلا فيكم. بالنسبة للثوب عندنا بيجي عندنا 3 قطع. الشال عندنا أكيد شيء رئيسي بيكون. في عندنا القطعتين دائما اللبس بيكون عندنا طويل. وثاني شيء الفضة اللي موجود هون، هدول الفضة كانوا زمان يستعملوهم كدروع، بس مع الزمن طور الوضع وصار يعملوهم هيك شغلات صغيرة، لأنه معظم نسائنا كانوا محاربات كمان. بالنسبة للكم، في عندنا الكم هذا أكثر من استعمال. هو أول شيء جمالية، ثاني شيء كان عندنا زمان يستعملوه إنه يخبوا سلاح فيه، إنه وقت الحروب إنه يقطعوا قطعة ضماد زي ضمادات يستعملوها هيك كان. بالنسبة للخزف اللي موجود فيه، الزخرفة هاي كلياتها، هاي كل مجتمع كل عيلة إلها زخرفة معينة، هاي ماخذينها من النباتية، يعني الورد شغلات زي هيك ماخذين الزخرفة من هاي الشغلات. كثير حلو. والشال عندنا شيء رئيسي طبعا أكيد يعني.
اهلا وسهلا، شرفتونا. الاكلات الشيشانيه الرئيسيه عندنا اكلات الشعبيه اللي هي القلنش والمنتش. الله يعطيكم العافيه ويديم المحبه بينكم، وشكرا طبعا لكل الشيشان.